أخبار الشعب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. راديو أخبار الشعب، فهو من الشعب وإلى الشعب والصوت الشعب. عمر هلال الرجل المناسب في المكان المناسب، الرجل الذي تصدى كل المؤامرات ديال الجزائر أو ديال حكام الجزائر، الرجل المناسب الذي وضعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله في المكان المناسب. عمر هلال، مبادرة الحكم الذاتي الحل الوحيد والأوحد، الحل الوحيد والأوحد لنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. أكد السفير البطل الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يوم الثلاثاء في نيويورك أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية تظل الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وأبرز البطل هلال في كلمة ألقاها باسم المغرب خلال النقاش العام للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 100 دولة من كل جهات العالم، كما افتتحت قرابة 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينة العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء. وأشار من جانب آخر إلى أن المملكة المغربية تظل متشبتة بحل سياسي نهائي لنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مما سيمكن من تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية. وسجل البطل أن المغرب يواصل دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء المغربية ستافان دي ميستورا الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها والمشاركين أنفسهم وخاصة الجزائر الطرف الأساسي في النزاع، وذلك طبقا لقرارات 2654 لمجلس الأمن، مجددا التأكيد على أن الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ومبنيا على التوافق. وتطرق إلى الدينامية السوسيو اقتصادية التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، موضحا أنه تم وفي إطار النموذج الجديد للتنمية هذه الأقاليم الذي رصدت له المملكة المغربية ميزانية فاقت إلى حدود اليوم 10 ملايين دولار، وتم إنجازه بنسبة 81%. إطلاق عدد مشاريع للتنمية السوسيو اقتصادية جعلتها قطبا جهويا للمبادلات التجارية بين إفريقيا وبقية دول العالم. ولاحظ هلال أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستافان دي ميستورا عاين شخصيا هذه الإنجازات خلال زيارته لمدينة العيون والداخلة في الصحراء المغربية في بداية هذا الشهر، وذكر بأن هذا المجهود الكبير يندرج في إطار تنزيل توجيهات سامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي تضمنها خطاب جلالته بمناسبة ذكرى 47 للمسيرة الخضراء في 6 نوفمبر 2012. وكان جلالته أكد في هذا الخطاب أن توجهنا في الدفاع عن مغربية الصحراء يرتكز على منظور متكامل
يجمع بين العمل السياسي والدبلوماسي والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للمنطقة. من جانب آخر، جدد السفير البطل الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة التعبير عن قلق المملكة البالغ بخصوص الوضع الإنساني الكارثي الذي تعرفه مخيمات تندوف، حيث فوضت الجزائر الدولة المضيفة سلطتها بشكل غير قانوني لجماعة مسلحة انفصالية ذات ارتباطات مؤكدة وموثقة مع شبكات إرهابية وإجرامية. والسلام عليكم ورحمة الله. جريدة أخبار الشعب، من الشعب إلى الشعب وصوت الشعب. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ديروا لايك وابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد مع أخبار الشعب.